مساء الخير، أهلا بيكم في أسهل طريقة لعمل كيكة العسل الأسود بالقرفة. كيكة حلوة جدا وجميلة ومغذية وسهلة ومقاديرها في كل بيت، يعني مش هنضطر ننزل نشتري حاجة من بره. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الخلاط عندي هحط نص كوباية زيت، ممكن تحطي سمنة، ممكن تحطي زبدة زي ما انت عايزة. هحط كوباية لبن حليب، حط 3 بيضات، حط عليهم فانيليا اهم، كوباية من العسل الاسود، ومعلقة كبيرة من القرفة. هضرب الكلام ده كله مع بعضه، ولما اتخلط عندي كويس كده هضيف نص كوباية سكر وهضرب تاني. عندي بقى بولة انا حاطة فيها 3 كوبايات دقيق اللي هو بتاع الكيك او متعدد الاستخدامات. هضيف عليها معلقتين بيكنج باودر، هقلبها كويس عشان يختلط الدقيق بالبيكنج باودر. وهجيب بقى الخلطة بتاعتي اللي انا عملتها وهحطها على الدقيق بتاعي. بصوا، هقلب كويس جدا. خلاص خلطنا كويس جدا كل المكونات مع بعضها. هنحط بقى شوية مكسرات. انا اخترت عين الجمل، بتدي طعم حلو قوي مع الخلطة دي. ممكن ما تحطيش مكسرات خالص، ممكن تحطي سوداني. في الصينية هننزل، طبعا صينية مدهونة، هننزل العجينة بتاعتنا او الخلطة بتاعتنا كده. زوقناها كده بكام واحدة عين جمل، وبعد كده هخش بيها على فرن 180 حرارة. انا مسخنة الفرن بقالي ربع ساعة، وهستنى لغاية لما تستوي. اعرف ازاي انها استوت؟ هحط خلة سنان جوه العجينة، لو طلعت نظيفة تبقى كده استوت، ما طلعتش نظيفة يعني طلع فيها شوية عجينة تبقى لسه ما استوتش، وهسيبها شوية. يلا بينا على الفرن. الكيكة بتاعتنا طلعت من الفرن تحفة وجميلة، وقطعنا منها حتة كده نشوفها. بصوا بصوا هشة ازاي، بصوا طرية جدا، حاجة تحفة بصراحة. الريحة قلب الدنيا، والطعم طبعا مش هقولكوا على جمال، في منتهى الجمال. لازم تجربوها، وان جربتوها وعجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكوا كل جديد. وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي بستناها عشان اعرف رأيكم في الحاجة اللي انا بقدمها. ودي كانت طريقة عمل كيكة العسل الاسود بالقرفة بأسهل طريقة مع مين.